حكاية فيلمنا بتبدأ مع نيل وهي قاعدة بتقرا كتاب في أوضتها، لكن ما بتقدرش تركز في الكتاب بسبب الدوشة اللي عملها لها جارها وودي. وبنعرف إن وودي مع نيل في المدرسة، وهو أشهر واحد في المدرسة لأنه هو بيكون كابتن فريق الكورة، وبسبب الكورة والماتشات بيكون فاشل في دراسته، على العكس من نيل اللي بتكون أشطر واحدة في المدرسة كلها، غير إنها من عيلة غنية جدا وأهلها بيساعدوها عشان تقدم في جامعة كبيرة. وبتعاني نيل من وودي لأنه بيتنمر عليها طول الوقت وعلى طول بيزعجها بالدوشة اللي بيعملها كل يوم، فبتنادي عليه من شباك أوضتها تطلب منه يقلل الدوشة علشان تعرف تركز، لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيفضل يشغل اغاني طول الليل. وتاني يوم بيصحى وودي وينزل يفطر مع ابوه وامه، واثناء ما هما بيفطروا ابوه بيقول له انه عايزه ينزل يشتغل معاه، وده عشان يساعده في مصاريف البيت عشان حالتهم الماديه بتسوء. فبيتضايق وودي من اسلوب ابوه معاه لانه عايز يدخل الجامعه وعايز يكمل في لعب الكره عشان بيحلم يكون لاعب مشهور في يوم من الايام، ولكن ابوه مش مهتم باحلامه وعايز ينزل يشتغل معاه. في الوقت ده بتكون نيل بتفطر مع ابوها تيد وامها اللي اسمها كاثرين، وبيقول لها ابوها انه وصل له رساله من جامعه كبيره قوي في امريكا وانهم هيعملوا لها امتحان بعد اسبوع عشان يمتحنوها ويشوفوا قدراتها. فبتقول لها مامتها انها واثقه فيها جدا وعارفه انها تقدر تعدي الامتحان وتقدر تقدم للجامعه، فبتشكرها نيل وبتسيبها عشان تروح مدرستها. وفي الوقت ده بيخرج وودي من البيت عشان يروح المدرسه مع صديقه هاري، وفي الطريق بيتنمروا هما الاثنين على نيل لانها ما عندهاش صحاب، فبيعدوا في الطريق اللي عليه ميه، فبتغرق نيل وهي في طريقها للمدرسه. ولما بتوصل للمدرسه بيفضل كل الطلاب يتريقوا عليها بسبب شعرها اللي اتبهدل من الميه، لكنها بتتجاهلهم. وبعدها بتروح عشان تقابل وودي وهو واقف مع حبيبته بريانا وهم واقفين في حوش المدرسه، فبتتعصب عليه نيل بسبب طريقته معاها وبتقول له يبعد عنها ويبطل تنمر عليها. واخر اليوم بيروح زياره لمتحف اثار موجود في المدينه، وبيختاروا مدرس كل يوم اتنين يعملوا مع بعض مشروع التخرج بتاعهم، وبيختار وودي ونيل عشان يكونوا فريق واحد ويعملوا مشروع التخرج مع بعض. فبيتخانق وودي مع نيل وبيقول له ان هي فاشله محدش في المدرسه بيحبها، وبيفضل يتريق عليها. واثناء ما بيتكلم معاها فجاه بيظهر حواليهم هاله من الدخان وبيكون خارج من التمثال اللي هما بيكونوا واقفين جنبه، لكنهم ما بيهتموش وبيروح كل واحد على بيته علشان ينام. لكن اثناء ما هما نايمين بتتبدل ارواحهم، فبتروح روح وودي في جسم نيل وبتروح روح نيل في جسم وودي. تاني يوم بيصحى وودي من النوم ولكن بيتخض لما بيلاقي نفسه في اوضه نيل، ما بيكونش عارف ايه اللي جابه هنا لحد ما بيتصدم لما بيبص في المرايه وبيشوف نيل، ما بيكونش عارف ايه اللي حصل له، لكن بيتوقع انه في لعنه صابته واللعنه دي هي اللي حولته لنيل. فبيبص من الشباك على اوضته وبيتصدم لما بيشوف نيل وهي في جسمه، فبيلبس بسرعه وبينزل علشان يتكلم معاها ويعرف ايه اللي حصل بالظبط. وبيبان عليه التوتر لما بيقابل ام نيل ولكنه بيكون مستعجل وبيقولها انه عايز يروح المدرسه. في الوقت ده بتنزل نيل هي كمان وبيبان عليها انها متوتره لما بتتكلم مع ابو وودي، وما بتكونش عارفه تتكلم زي وودي علشان تبعد عنها الشك، فبتمشي بسرعه عشان تروح المدرسه زي كل يوم. وبيستنى هاري وودي قدام البيت عشان يروحوا مع بعض المدرسه، فبيبدا يلاحظ هاري ان تصرفات وودي مش طبيعيه لكنه ما بيهتمش وبيوصله للمدرسه. وفي المدرسه بيتخانق وودي مع نيل وبيقولها ان هي السبب في كل ده وان هي اكيد سبب اللعنه اللي صابتهم، لكنها بتبقى زيه ومش عارفه ايه اللي حصل ومش عارفه تتصرف ازاي، فبتنهار من العياط. وبيحاول وودي يهديها وده عشان جسمه هو، وكل الطلاب في المدرسه شايفينه هو اللي بيبكي، فبيقول لها ان دي مجرد لعنه وبيطمنها ان كل واحد منهم هيرجع لحياته الطبيعيه بعد 24 ساعه بس، فلازم كل واحد منهم يتعامل على طريقه التاني عشان محدش يشك فيهم. وفي الفصل بيسال المدرس نيل على الواجب بتاعها واللي بيكون عباره عن موضوع تعبير هتتكلم فيه عن اهم شخصيات في تاريخ امريكا، فبيحاول وودي ان هو يتكلم في اي حاجه عشان ما يعملهاش مشاكل، وبينجح فعلا ان هو يتكلم عن شخصيه تاريخيه من وجهه نظره. وفي البريك بتروح بريانا لحبيبها وودي وبتقوله انها عايزاه يروح معاها البيت، وبيهرب منها وودي وبيسيبها ويجري. فبتستغرب بريانا من التصرف لأن وودي بيحبها جدا وبيروح دايما معاها البيت. وآخر اليوم بيروح وودي علشان يحضر تدريبات فريق الكرة، ولكن نيل ما بتقدرش تتحكم في جسم وودي فبتلعب كأنها أول مرة تلعب كرة، فبيتضايق الكابتن طبعا وبيقول لها إن هو لو ما اهتمش بالتمرين مش هيشترك في البطولة اللي جاية. وده طبعا هيعمل مشكلة كبيرة لوودي لأن هو كان بيتمنى إن حياته تتغير بسبب البطولة دي، لأن مكتشفين الكرة بتوع الأندية الكبيرة بيكونوا موجودين في المدرجات وبيتعاقدوا مع احسن لعيبه في البطوله، وودي يعتبر احسن لاعب في المدينه وكان بيتمنى انهم يتعاقدوا معاه عشان يهرب من شغله مع ابوه، ولكنه مش هيقدر يشارك في البطوله بسبب روح نيل اللي هي في جسم وودي. تاني يوم بتلبس نيل جسم وودي ملابس محترمه على عكس طبيعه وودي، فبيقول لها وودي ان هي تعمل كل اللي هو كان بيعمله عشان محدش يشك فيها، ولكنها ما بتهتمش بكلامه وبتقوله ان جسمها دلوقتي بقى من حقها ولحد ما ترجع لجسمها الحقيقي فهي هتعمل اللي هي عايزاه. فبيتضايق وودي وبيحاول يلبس جسم نيل حاجات ما بتحبهاش نيل عشان يضايقها، فبيتحول الموضوع بينهم لحرب.
وكل واحد منهم بيحاول يدمر التاني. فبتروح نيل وهي في جسم وودي لبريانا وبتقول لها ان هي عايزه تنفصل عنها. فبيتعرف وودي وهو في جسم نيل على اولاد كتير في المدرسه، وده على عكس طبيعه نيل اللي مش بتتكلم مع حد في المدرسه خالص وكل الناس بتتنمر عليها. وتاني يوم بتنتشر اخبار في المدرسه انه نيل كانت مع واحد من المدرسه اسمه نيكي. فبتنهار نيل لما بتسمع الكلام اللي بيتقال عليها وبتقعد على الارض تعيط. ولما بيوصل وودي للمدرسه بيعرف الاخبار اللي انتشرت، فبيقول لنيل ان نيكي بيكذب، وبيقول لها انه استغل جسمها وراح معاه عشان يضايقها وبس. وبيروح وهو في جسم نيل ملعب السله وبيتخانق مع نيكي، واثناء ما هما بيتكلموا بتظهر نيل بجسم وودي وبتضربه وبتخليه يعترف قدام الطلاب ان هو كذاب وما حصلش حاجه بينه وبين نيل. وبعدها بيروح وودي ونيل ويقعدوا مع بعض، فبيعتذر وودي لنيل عن التنمر اللي كانت بتتعرض له. وفي الوقت ده بيفتكروا رحله متحف الاثار اللي كانت السبب في اللعنه اللي هم فيها دلوقتي. فبيتوقعوا هنا انه التمثال اللي هم كانوا واقفين قدامه هو السبب في كده، وانه كل ده حصل بسبب خناقهم مع بعض. فبيروحوا بسرعة للمتحف علشان يرجعوا لحياتهم الطبيعية، وبيقفوا قدام التمثال وبيمثلوا إن هما بيحبوا بعض عشان روح كل واحد فيهم ترجع لجسمه من تاني. لكن مفيش حاجة بتتغير، وبيمشوا وبيروحوا مع بعض المطعم. وهناك بيقرر وودي إنه يدرب نيل على لعب الكورة لأنها هتلعب البطولة بجسمه، وتقرر نيل إنها تذاكر لوودي عشان هو هيحضر الامتحان في الجامعة بجسمها هي. وأول لما بتلعب نيل الكورة بيبان عليها إنها مستحيل تتعلم، وبيتريق عليها بكل اللي بيشوفوها. وتاني يوم بيروح وودي للمدرسة وبتعيش معاناة مع التنمر، لكن بيتعرف على صحاب جديدة عشان يخلوا الطلاب تحب نيل. وآخر يوم بيروح مع بنت في المدرسة اسمها شانيل لبيت بريانا، وبيقضوا وقت مع بعض وبيكون مبسوط لأنه عمل صحاب جديدة لنيل وهو في جسمها. في الوقت ده بتحكي بريانا عن علاقتها بوودي، فبتقول إنها كانت معاه في علاقة والسبب إن هو كان مشهور في المدرسة، ولكنها في الحقيقة مش بتحبه. فبيتضايق وودي لما بيعرف إنها كانت بتكذب عليه، وبيقرر إنه لما يرجع لجسمه مش هيدخل معاها في علاقة تاني. وفي الوقت ده بتروح نيل للبار وبتفضل تشرب كتير جدا لحد ما بتتعب، فبتروح على البيت. وتاني يوم بيروح لها وودي عشان يطمن عليها وبيقولها ان هما هيتدربوا على لعب الكرة. وبيبان انه علاقة وودي ونيل بتتطور، فبيتعلقوا ببعض. وبتمر الايام، وفي يوم بتتخانق ام نيل مع نيل بسبب خروجها المتكرر مع وودي، وبتقول لها ان هو شخص فاشل وان هي نفسها كانت بتكرهه. فبيتضايق وودي لانه بدا يحب نيل وتوقع ان هي كمان بتحبه، ولكن كلام مامها بيقول عكس كده. فبيسيب وودي البيت وبيروح يلعب كوره. فبتروح نيل وبتعرف منه الكلام اللي هو سمعه، فبتعتذر له وبتقوله ان هي هتبذل اقصى طاقتها عشان تكسب البطوله اللي هتلعبها، وهتساعده كمان انه يقدم في الجامعه عشان ما يشتغلش مع ابوه في الورشه، وفي مقابل ده انه هو كمان ينجح في امتحان الجامعه اللي هي نفسها تدخلها. وتاني يوم بيروح وودي امتحان الجامعه بتاع نيل وبيكونش عارف يجاوب على الاسئله بتاعه الدكتور، لكنه بيقدر يقنعه انه يقبل نيل في الجامعه عشان ده حلم حياتها. وبيسيبه وبيمشي عشان يلحق يرجع ملعب الكره عشان الماتش بتاعه بيكون بدأ. وفي الوقت ده بتحاول نيل ان هي تلعب الماتش عشان تكسبه، ولكنها ما بتعرفش تلعب، خصوصا بيكون كل اللي في الملعب جسمهم اكبر من وودي، وبيكون فرق النقط بين فريق وودي والفريق المنافس 14 نقطة، ولو ما قدروش يغيروا النتيجة هيخسروا الماتش، وبكده حياة وودي هتتدمر طبعا من بعدها. وفي الوقت ده بيوصل وودي الملعب وهو في جسم نيل، وبيبدأ يشجعها بشكل كويس عشان تلعب وتكسب الماتش. وقبل ما بيخلص الماتش تقدر نيل تلعب الكرة وكأنها محترفة جدا، وبيكسب فريق وودي الماتش بسببها وبيحتفلوا بيها. واثناء الاحتفالات بيروح لها وودي وبيشكرها انها قدرت تكسب الماتش، وبيقول لها ان هو ما كانش هيقدر ينجح من غيرها وان هي السبب في ده، وبيقول لها ان هو كمان نجح في امتحان الجامعه بتاعها، وبيوعدها انها هتتقبل في الجامعه زي ما هي بتتمنى. فبتقول له نيل ان في واحد من المستكشفين ساب لها الكارت بتاعه وعرض عليها انها تنضم للجامعه بتاعتهم عشان تنضم لفريق الكره هناك. فبتقول له ان هو يقبل العرض ده وينسى الشغل مع ابوه للابد، وانه ينضم للجامعه ويبقى لاعب كبير زي ما كان بيتمنى. فبيشكرها وودي مره تانية على مساعدتها ليه، وفي الوقت ده بيرجع لكل واحد منهم روحه، وده بعد ما قدروا يثبتوا ان كل واحد بيتمنى الخير للتاني، وكل واحد منهم كان السبب في حياه التاني انها تتغير للاحسن. فبيفرح وودي لانه روحه رجعت لجسمه مره تانية، وبيحتفل مع صحابه بالماتش اللي كسبوه. وفي الوقت ده بتشوفه نيل وهو بيبوس بريانا، فبتتضايق منه جدا لانه هي اعجبت بيه وكانت فاكره ان هو كمان معجب بيها، وقررت تسيب المكان وبترجع للبيت بسرعه. وتاني يوم بيروح وودي للبيت بتاعها علشان يعتذر لها عن اللي هي شافته، وبيحاول يفهمها ان اللي حصل ده سوء تفاهم وان هو معجب بها فعلا، ولكن امها بترفض تخليه يتكلم معاها، وبتقوله انها كانت بتكرهه وان هي كانت بدات تحبه لانك بدات تتغير للاحسن، لكن انت بوظت الدنيا بتصرفاتك ورجوعك لبريانا تاني. وبتقوله انه يركز في حياته ويبعد عن نيل للابد لانه هي هتسافر الجامعه بتاعتها. فبيتضايق وودي جدا من رد فعل مامتها، وبيتمنى ان هو لو يقدر يشوفها ويتكلم معاها،
وبعدها بتقفل أمها الباب في وشه، وبنعرف إن جواب الجامعة وصل لنيل وإن هي اتقبلت في الجامعة خلاص، وهتسافر عشان تبدأ حياتها الجامعية وهتبدأ حياة جديدة بعيدة عن أي حاجة كانت بتضايقها. وبتحاول مامتها تطمنها وبتقولها إن هي هتقدر تعمل صحاب جداد وهيكونوا بيحبوها. وبعد كام يوم بيكون في حفلة التخرج، والمفروض إن وودي هيروح مع نيل الحفلة دي، ولكنها قررت إنها ما تروحش عشان ما تشوفش وودي هناك أو حتى تتكلم معاه. فبيروح وودي مع بريانا الحفلة وبيبدأوا يرقصوا مع بعض، وبنلاحظ إن وودي مش بيكون مبسوط مع بريانا وبيتمنى إنه نيل هي اللي تكون موجودة معاه. وخلال الحفلة بيتم اختيار أفضل طالب في المدرسة، وبيكون وودي هو أفضل طالب في المدرسة وبريانا أفضل طالبة، وبيرقصوا مع بعض وسط فرحة كبيرة من الطلاب. وفي الوقت ده بتكون نيل قاعدة في البيت حزينة بسبب وودي، فبيروح لها أبوها وبيديها فستان كان جايبه هدية ليها عشان تحضر بيه حفلة التخرج بتاعتها، وبيقول لها تلبس وتروح الحفلة عشان تخرج من المود الوحش اللي هي فيه وتحاول تتخطى وودي لأنه كسر قلبها لما قرر يرجع لبريانا بكل سهولة. وبيحاول أبوها إنه يدافع عن وودي، فبيقول لها إنه شاب كويس، وبيقول لها إنه هو وأبو وودي كانوا صحاب زمان، لكن أمها رفضت إنهم يكونوا على علاقة ببعض، والسبب إن عيلة وودي عيلة فقيرة وهو اضطر إنه يراضي مراته ويبعد عن صاحبه. فبينصحها إنها ما تعملش زيه وتحقق كل أحلامها. فبتلبس نيل الفستان وبتقرر تروح حفلة التخرج، وفي نفس الوقت ده بتكتشف شانل خيانة هاري ليها وبتقرر إن هي تنتقم منه. فبتنزله من العربية وتخليه يقلع هدومه عشان يعمل معاها علاقة، ولكنها بتضحك عليه وبتاخد الهدوم بتاعته وبتركب العربية وبتسيبه كده في الشارع وبتمشي. وهنا بتظهر نيل في الحفلة بشكلها الجميل في وسط انبهار للطلاب بمظهرها. وأول ما بيشوفها وودي بيسيب بريانا بسرعة بيروح لها وبيعتذر لها عن سوء التفاهم اللي حصل، وبيقولها إن هو معجب بيها جدا وبيتمنى يقضي باقي حياته معاها، وبياخدها وبيمشي من الحفلة. فبتتضايق بريانا جدا من طريقة وودي معاها، لكنها بتتكعبل في الفستان وبتقطعه، وده بيسبب لها إحراج في الحفلة وسط باقي زمايلها. وفي الوقت ده بتبدأ علاقة وودي ونيل تتطور، وبيكون السبب في إن أبو وودي وأبوها يرجعوا صحاب من تاني. وبتقرر نيل إنها ما تروحش الجامعة الجديدة عشان تفضل مع حبيبها وودي، وإن هي عايزة تقضي باقي حياتها معاه. بتتكلم مع مامتها وبتعرفها إن هي هتقدم في نفس الجامعة اللي هيقدم فيها وودي. وهنا بتخلص حكاية فيلمنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة، وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وحابين نلخص أفلام إيه الفترة اللي جاية. أشوفكم في حكاية جديدة. سلام.